يا تفضل. يا رجل، الحمد لله. اليوم دائما الحين نشوف دائما بثوث الجزائريين على الامارات مسلطه، وانا بقول لكم السبب اللي على الجزائريين مسلطه. في طال عمرك في موريتانيا تقدمت الحكومه الموريتانيه بطلب للامارات تساعدها في توصيل الماء ل 130 قريه. طلعوا مهندسين من هنا وخططوا المنطقه وشافوا توصيل المياه مالها، وطرحوا مناقصة على عدة شركات موريتانية أن يعملوا في توصيل المياه للمناطق هذه كلها. وطبعا حملنا المضخات وغيرها وكذا لتوصيل المياه ل 130 قرية موريتانية. تكلفة المشروع 160 مليون دولار. 160 مليون دولار. طرح المشروع واشتغل. قالت الجزائر ليش الامارات تسوي في موريتانيا؟ لها هدف في زعزعه اقتصاد الجزائر. يا رجل، موصلين ماي لناس مسلمين، عرب مسلمين محسوبين علينا، زين، ناس مسلمين محسوبين علينا، موصلينهم ماي، اصبح اجرمنا نحن. هذه واحده. الشغله الثانيه، انتم ما يخفى عليكم في افريقيا صارت طال عمرك في مثلا مالي صارت طال عمرك طرد الماليين لفرنسا. طبعا الجزائريين يتبعون فرنسا. لما طاروا منا قاموا الجزائريين واتفقوا مع فاغنر يكون يعطونهم 10 مليون دولار، زين، ويشاركونهم في ثروات بلدهم، يعني سرقه مالي بهذه الحقيقه. جاءت الامارات واتفقت مع الحكومه الماليه ان يدخلون معاهم شراكه على الترقيب عن هذه، واشتغلوا فيها، زين. وقالوا حق فاغنر يعني انت بس شغلك حراسات، ما لك شغل في التدخلات في دخول البلد. جنة الجزائر ليش يطردون فاغنر؟ وانت ايش علاقه اذا طردنا فاغنر؟ هذه الثانيه. الشغله الثالثه اللي هي اهم من هذه واكبر حجم، انتم ما يخفى عليكم انه ازمه المغرب والجزائر قطعت الجزائر الغاز على المغرب، فاضطرت المغرب ان تشتري الغاز من اسبانيا اللي هو غاز جزائري يباع على اسبانيا، واضطرت المغرب تشتريه بسعر اعلى وتجيبه على المغرب. المهم، اقترحت اجى سيدي جلاله الملك الحسن ملك المغرب الى الامارات، الملك محمد الخامس جاء الى الامارات واستقبلوا. طبعا ابهرهم الاستقبال اللي استقبل فيه. هذا ملك مملكه، ملك دوله عربيه، ملك دوله شقيقه بالنسبه لنا. عملنا طال عمرك مشروع معاهم لامداد مد بيب غاز بتكلفه كبيره، يعني تكلفه 25 مليار دولار من 13 دوله في افريقيا ما لها منفذ على البحر لتوصيل الغاز الى المغرب، ومن المغرب يباع الى الدول كاستثمار الى دول الاوروبيه. قالت الجزائر ليش تعملوا هذا المشروع مع المغرب؟ هذا انتم تبغون تدمرون الجزائر. يا اخي شو الدمار في الجزائر اذا انا عملت مشروع في المغرب؟ وانا عامل مشاريع في الجزائر، انا عامل مشاريع ب 15 مليار دولار في الجزائر. المغرب ما تكلمت ولا كلمه. من ضمن الاتفاقيات المدن المغربيه في مناطق ما وصلها القطار. اتفقت الامارات مع المملكه المغربيه انه يوصلون القطارات الى المدن المغربيه كلها، وهذه لتخفيف العبء عن اخواننا في المغرب، انزين. وفيها دخل قومي مش مجانا، يعني مقابله شيء، كل شيء مقابله شيء. استثمار في بناء القطارات في المغرب. ليش تعملوا في المغرب هذا نكايه في الجزائر؟ انزين، شو الحل؟ نحارب المغرب يعني لانكم انتم حاربتوها؟ نحارب المغرب لانكم انتم تجيبون بالقريحه هذا رايح على ايران، جايب 400 ضابط من الحرس الثوري لتدريب الصحراويين على الحرب ضد المملكه المغربيه. وهنا وقفناهم من حدهم، احنا قلنا لهم هذا ما نسمح فيه بتاتا مهما عملتوا، ونحن مش خايفين. واذا تعرضت المغرب لاي اذى حقيقه الامارات والسعوديه بنتدخل. احنا مع المغرب قلبا وقالبا. تزعل يا جزائري ترضى، هذه مشكلتك. صلح شأنك وعيد علاقاتك مع المغرب، واحترم اخواننا المغربيين وخلهم ياخذون سيادتهم كامله على كل اراضيهم. مالك علاقه فيهم، ابعد عنهم. تبغي تفاوض،
الجامعة العربية موجودة، ما بنطلع للأمم المتحدة، بنروح معك على الجامعة العربية، وفي الجامعة العربية بيسوون تسوية وتحل مشكلتك أنت مع المغرب. لا يمكن أن نترك المغرب تنفرد فيها، لا يمكن، خليها في بالك، لأن المغاربة أشقاء ولهم دين علينا. يا أبو أحمد أنت تذكر الموقف، سيدي المرحوم الملك الحسن بعث لنا في أول الإمارات، تتذكرها، 8000 جندي مغربي صحيح، حماية دولة الإمارات. لذلك لابد أن نرد المعروف لإخواننا في المغرب. احنا ما عملنا شيء. إذا قوينا المغرب مش معناته أن احنا ضد الجزائر، احنا مش ضد الجزائر، بس احنا مع المغرب قلبا وقالبا في كل شيء. حتى لو فكروا في يوم من الأيام يحاربون المغرب، احنا بنوقف مع المغرب. أنا أقول لك إياها، هاي الإمبراطوريات التيك توك نحن ما تهمنا ولا نفتكر فيها. وعلى فكرة يا جزائري لازم تعرف، الانترنت هذا اللي تستعمله انت الحين من تليفونك اللي تستعمله هذا اماراتي. الانترنت، الفيسبوك، تويتر، كلها سيطرة الامارات عليها هنا. الميدل ايست وافريقيا. دقيقة يا ابو خليفة، لا تتطاول، الزم حدودك، خلنا حبايب وكل شيء بالنقاش. اذا الجزائر عندك احتجاج في طرق دبلوماسية في الخارجية، قدمي شكوى، قدمي مذكرة، قدمي احتجاج. أما اليوم عملت الإمارات وشيطنة الإمارات وسب الإمارات، يا حبيبي الفاضل لازم تعرف حاجة جدا ضرورية. الإمارات اليوم لا تفكر نفط وغاز، الإمارات ما تفكر في النفط والغاز. النفط والغاز يشكل لنا احنا تقريبا 14% من دخلنا، 86% من دخل الإمارات من تجارتها، من اقتصادها، من كل شيء، من سياحة، من كل شيء. اليوم أنا يا جزائري لازم تعرف، أنا عندي 14 رحلة من طيران واحد بس اللي هو طيران الإمارات إلى أمريكا، عندي 16 رحلة إلى بريطانيا، كذلك فرنسا، كذلك ألمانيا، كذلك الدول الأوروبية هذه كلها. هذه يعطيك حجم السياحة عندي أنا عندي ناس من كل مكان يجوني ومكعززين ومكرمين. أنا في الإمارات عندي 35 ألف جزائري. أتحدى واحد جزائري يطلع على البثوث يقول الإمارات غلطت في حقي. يعاملون معاملة عرب بكل احترام وكل تقدير. أنا يجوني الجزائريين يقولون احنا آسفين على الإساءة اللي تسمعونها وإحنا ما لنا علاقة فيها، ونحن نعذرهم ولا نهينهم ولا نغلط عليهم. بس مع الأسف الشديد يطلعون لنا نحن طال عمرك في بثوث ناس متخلفه لا عنده خلفيه ولا يقرا. اليوم حط له واحد هذا عادل شو يسمونه، عادل الجزائري، من اخطر على الامه العربيه الامارات وايران. الامارات لم تستحل دوله ولم تحارب دوله ولم تعتدي على دوله. خلك عندك نوع من المنطقيه لما تتكلم. حتى عنوان البث ما تعرف تقوله، عنوان البث عندك غلط. عنوان البث لازم تحط عنوان البث اللي تناقشك العالم فيه. انزين، اذا واحد مدح الامارات سكر عليه المايك، واذا واحد سب الامارات فتح له المايك. شو المنطقيه في هذا؟ نحن نقدر نفتح بثوث عليكم ونعريكم. انتم بتقولوا الاكاذيب عنا ونحن بنقول الحقائق عنكم. عدنا الحقائق عنكم في كل شيء. نحن عندنا اكبر شرف، قائد جيشك ابنه مين متزوج في فرنسا، نحن عرفنا والصور كلها عندنا. لا تخلينا نطلع لك صوره ابن شنكريحة في زواجه، في حفلة زواجه، ولا عزمنا. لو عزمنا بعد بنروح نرقص له لأنه يستاهل. زين، فاعذروني، هذه مداخلتي والسلام عليكم.